هل سبق ورشفت ايدك قبل ما تتصل على الشركة وتقول لهم انا مريض؟ هل سبق وقعدت نص ساعة تفكر كيف تكتب رسالة للمدير؟ هل سبق وخفت تغلط بالشغل مو لانه الغلطة كبيرة بس لانك مهاجر؟ اذا جوابك نعم فهذا الفيديو لك. اليوم ما رح احكي عن رواتب بالمانيا ولا عن اقامات ولا عن وظائف، اليوم بدي احكي عن موضوع عشته بنفسي. بعرف انه الاف المهاجرين عايشينه كل يوم. انا شغال بمجال الاحداد بالمانيا وصار لي تقريبا 7 سنين بشتغل هون، ولما ارجع اتذكر اول سنه بصراحه بضحك على حالي احيانا، لانه الموضوع كان مضحك، لانه كميه الخوف اللي عشتها كانت اكبر بكثير من الواقع. كنت خاف اغلط، خاف اسال، خاف اقول ما فهمت، خاف اطلب اجازه، واحيانا خاف حتى من رنة التليفون. تخيل كون مريض فعلا، حرارتي مرتفعه وتعبان، ومع هيك اكبر مشكلتي مو المرض، اكبر مشكله كانت كيف بدي اتصل بالشيف، شو بدي اقول له، هل رح يزعل، هل رح يصدقني، هل رح يفكر اني كذاب، هل رح يعتبرني شخص غير مسؤول. والغريب انه كل السيناريوهات كانت تدور براسي انا مو براسهم. امبارح بالبث المباشر طلع معنا شاب وبده يحكي عن نفس الشعور، نفس الخوف، نفس التوتر، ونفس التفكير الزايد. ولحظتها رجعت 5 سنين لورا. هون فهمت شغله مهمه جدا، المشكله مو بس عندي، المشكله عند حدا ثاني وعن ثالث. حتى مو بألمانيا بس، هي قصة أي مهاجر راح على بلد جديد، سواء كان بألمانيا أو هولندا أو السويد أو النرويج أو أي دولة بالعالم، بتمر بنفس المرحلة تقريبا. ليش؟ لأنك دخلت بيئة جديدة، لغة جديدة، قوانين جديدة، ثقافة، شغل جديد. كل يوم بتحاول تثبت نفسك ولغيرك انك قد المسؤوليه، فبصير عقلك يتعامل مع كل موقف كانه امتحان، كل كلمه امتحان، كل خطا امتحان، كل سؤال امتحان، حتى وانت شغال منيح. بس بعد 5 سنين اكتشفت حقيقه مهمه، الشركه مو جايبه موظف كامل، ولا مديرك كامل، ولا زملائك كاملين. كل الناس بتغلط، كل الناس بتتعلم، وكل الناس كانت جديده بيوم من الايام. المشكله الحقيقيه مو بالغلط، المشكله انك تعيش سنوات وانت خايف من الغلط، لانه الخوف بالبدايه طبيعي، لكن اذا صار مسيطر عليك سنوات بيمنعك تتطور، وبيمنعك تتعلم، وبيمنعك تشوف قيمتك الحقيقيه. يوم ما راح ارجع اتذكر نفسي باول سنه، بتمنى لو حدا قال لي هالكلام، انت مو تحت المحاكمه، انت مو مسابقه، انت انسان عم يتعلم، عم يبني حياه جديده من الصفر. لهيك قررت ابدا هالسلسله نحكي فيها بصراحه عن حياه المهاجر، عن الخوف يلي ما حدا بيحكي عنه، عن المواقف يلي كلياتنا مرينا فيها، وعن الاشياء يلي تمنيت حدا يخبرني فيها من اول يوم. وإذا كنت مهاجر بدي منك تكتب بالتعليقات بصراحة شو أكثر موقف خوفك أو مر عليك بالشغل. خلينا نقرأ تجارب بعض، لأنه أحيانا تعليق واحد منك ممكن يخفف عن شخص لسه عايش نفس المعاناة اليوم. ولا تنسى تتابع السلسلة، لأنه الحلقة الجاية رح نحكي عن أكبر كذبة بيصدقها المهاجر الجديد بالشغل، واللي بسببها ناس كتير بتعيش تحت ضغط نفسي لسنوات. ونهاية الفيديو، أنا نعيم حداد بألمانيا، وهي قصص واقعية ومن كتب